السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله هنعمل فتة العدس بطريقة سهلة و... وكمان مميزة و... وان شاء الله لما تجربيه لو أول مرة تعمليه هينجح معاكي بكل سهولة. بس لو انت أول مرة تتفرجي على قناتي ما تنسينيش في عمل اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. أول حاجة هنسمي الله ونقول احنا عملنا ازاي العدس. انا جبت ربع عدس غسلته كويس قوي، ضفت عليه طماطمايه وبصلايه وبطاطسايه وجزرايه وكمان كام فص توم كده. وضفت طبعا البهارات بتاعته، هي ما بتاخدش بهارات كتير غير شويه كمون وشويه كزبره وشويه ملح، ده انا بحطه في الاخر يعني. طبعا لو عندي شوربة كوارع، عندي شوربة ماسورة، عندي شوربة فراخ لحمة بط، الكلام دوت برضو بتديلك طعم حلو للعدس وبيزودوا يعني ايه قيمة غذائية. لكن انا ما عنديش الشوربة فضفت واحدة فينفوز. اول حاجه طبعا انا جبته وغسلته وبعدين ضفت عليه اللي انا قلتلك عليه، الحاجات ديت اللي انا حطيتها طماطم وبطاطس وبصل وثوم. وبعد كده لما استوى يعني سبته على النار. وبعد كده جبت كام رغيف عيش قطعتهم بالطول وبعد كده بالورب شويه علشان يديلي شكل حلو كده، يعني يديني شكل السمبوكسه. بس كده حمرتهم بشوية سمنة وشوية زيت. وبعدين في الوقت ده كان العدس خلاص استوى. تعرفي منين ان هو استوى؟ من البطاطس والجزر، لانه هو العدس ما بياخدش وقت، الجزر هو اللي بياخد بس يعني معاكي وقت شوية. طبعا احنا مقطعينه صغير ما بياخدش وقت خالص، يعني حتى البطاطس ما خدتش وقت ولا الجزر. بس جبت الهاند بلندر وبعد كده ضربت لما جربت البطاطس لقيتها استوت والجزر، جبت الهاند بلندر ضربته كويس قوي. وبعد كده حضرت مصفى عشان اصفيه، عشان لو في اي مثلا فضلات من الطماطم من الشواهب يعني، من البصل من الثوم من الحاجات دي بصفيها عشان يبقى شوربة ما فيهاش اي حاجة خالص، تبقى ناعمة كده وطعمها حلو. بس صفيتها. وبعد كده جبت كام فص توم كده زي 5 فصوص، دقيتهم في الهون مع شوية ملح صغيرين. وبعد كده خدت منهم حتة، يعني زي خدت منهم ربع معلقة كده. برضو الطريقة ديت بتخلي العدس طعمه لذيذ وطعمه شهي كده وليه شمخة. خدت نص معلقة سمنة على ربع معلقة من الثوم، وسبت شوية منهم علشان خاطر هقليهم في الاخر يعني للعدس. بس بعد كده يعني يا دوبك كده شميت ريحتهم يعني، ما حمرتهمش جامد، يا دوبك اصفروا كده معايا. وبعد كده ضفت عليهم العدس، زودت طبعا زي 3 4 كوبايات من المية. ضفت عليهم ضفت على العدس يعني فلفل وكمون وكزبرة وملح وواحدة فينفوذ بتدي لي طعم حلو وشمخة حلوة. بس بعد يعني العيش طبعا انا قلت لك في الاول ان انا قطعت العيش وبعد كده حمرته بشوية سمنة وشوية زيت. برضو غير لما انت تحطيه كده يعني بيبقى طعمه جميل لما تحمريه. لو انت عايزه تحمريه في الفرن ممكن تحطي معلقتين 3 كده من السمنه او الزيت وتحطيه في الفرن وبعد كده تقلبيه كل شويه. انا اخدته يعني على البوتاجاز وحمرته، فجبت الثوم الباقي بنص برضو معلقة من السمنة. وبعد كده حطيت شوية خل زي 3 معالق كده من الخل ومعلقتين من العدس، زي كأني بعمل فتة كوارع، فتة لحمة، اي حاجة زيها بالظبط ما تفرقش يعني. وبعد كده جبت العيش ورصيته في الطبق التقديم وضفت عليه شوية من الدقة اللي انا عملتها ومعلقتين 3 من العدس. وبعدين كده غرفت سلطانية من العدس وقدمت جنبه جنب العدس مخلل من المخلل اللي احنا خللته يعني معاكم. وقطعت بصلاية ورشيت عليها ملح وشوية خل. وطبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله كان مقرمش وطعمه